تقريبا كده والله اعلم ده الوقت المناسب لحمله انترنت غير محدود في مصر بعد عدد كبير من الاعطال على مستوى الجمهوريه باكملها وشكاوى كتير من مستخدمين الانترنت برضه على مستوى الجمهوريه باكملها، سواء الباقه اللي بتخلص 3 مرات في الشهر او سعرها اللي بيغلى كل شهر تقريبا. نسبه كبيره من الشباب شغلهم بالكامل على الانترنت، ونسبه اكبر شغالين شغلانه جنب شغلهم على الانترنت، ونسبه اكبر واكبر بتحتاج الانترنت في معظم احتياجاتها بره عتبه بيتها. فبالتالي الانترنت ما بقاش رفاهية دلوقتي، ده بقى بيطلب منه اكل ومشتريات وبيطلب منه حتى المواصلات. الانترنت احتياج يومي زي الكهرباء بالظبط، عشان كده في دول كتير عملته باشتراك شهري واحد بمقابل انترنت غير محدود طول الشهر على الموبايل مش الارض. كمان احنا كمان بنطالب بتطوير السرعات والغاء نظام الباقات واستبدالها باشتراك شهري متقسم سرعات مش باقات من اللي بتتجدد مرتين وثلاث مرات. عشان رسالتي من الفيديو توصل محتاج منك انك تعمل فولو عشان الفيديو ينتشر، ولايك وشير وكومنتات كتير بمواقف حصلت لك مع الانترنت.